السلام عليكم. فيديو جديد نقدم لكم فيه جدول وموعد مباريات الجولة 24 من البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم. القسم الأول، موسم 2022-2023. قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب ليصل الفيديو إلى الجميع. نبدأ بمباريات يوم الأربعاء 19 من أبريل 2023 على الساعة 10 ليلا. الفتح الرياضي يستقبل الدفاع الحسني الجديدي. مباراة المتناقضات، حيث الفتح الرياضي يبحث عن 3 نقاط تقربه من المقدمة، أما الدفاع الحسني الجديدي لا حل له غير الفوز ليهرب من جحيم أسفل الترتيب. وشباب السوالم الرياضي يستضيف اتحاد توارقة الرياضي، مباراة وسط الترتيب. التعادل يكفي الفريقين، حيث الفريقين بعيدين عن أسفل الترتيب وعن مقدمة الترتيب. والآن مباريات يوم الخميس 20 من أبريل 2023 على الساعة 10 ليلا. اتحاد طنجة يستقبل نهضة بركان. مباراة تكون مثيرة بالنسبة لاتحاد طنجة، مباراة الموسم، خصوصا أن اتحاد طنجة سيلعب على ملعبه وأمام جمهوره، أما نهضة بركان سيبحث عن نقطة التعادل فقط. أولمبيك خريبكا الغارق في المركز الأخير هو الآخر لن يفرط في 3 نقاط أمام مولودية وجدة الذي يعاني في أسفل الترتيب. مباراة مثيرة حيث الفريقين يقبعان في أسفل الترتيب. حسنية أكادير يستضيف المغرب تطواني. مباراة نقاطها لن تقسم على 2، كل فريق يريد الهروب إلى منطقة الأمان، خصوصا أن البطولة المغربية في أمطارها الأخيرة. وأولمبيك أسفي يستضيف شباب المحمدية. مباراة تبدو سهلة لأولمبيك أسفي، حيث أن الفريق يبصم على أداء قوي هذا الموسم، أما شباب المحمدية فهو يعاني في الجولات الأخيرة حيث 3 هزائم متتالية، حيث أن الفريق بدأ يقترب من جحيم أسفل الترتيب. أما مباراة المغرب الفاسي والرجاء الرياضي ومباراة الوداد الرياضي والجيش الملكي تم تأجيل المباراتين إلى وقت لاحق. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب.